بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة، وهذا أبرز عنوانها: هبوط اضطراري خطير لطائرة كانت متجهة نحو أكادير. قبل ما نبدأ في تفاصيل ما تنسوش بالفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما كل جديد. عاشت طائرة ركاب تابعة لشركة رايانير لحظات عصيبة بعد أن اضطرت للعودة بشكل طارئ إلى مطار مانشستر، حيث وجدت في انتظارها فرق الإطفاء التي استنفرت معداتها تحسبا لأي طارئ. وكانت الطائرة المتجهة إلى مدينة أكادير قد أقلعت بشكل طبيعي قبل أن يواجه طاقمها مشكلة تقنية غير متوقعة دفعت قائدها إلى اتخاذ قرار العودة حرصا على سلامة الركاب. وحسب مصادر مطلعة فإن الطائرة غيرت مسارها بعد وقت قصير من إقلاعها، وظلت تحلق على ارتفاع 1500 متر فقط فوق منطقة ويغانا، حيث قامت ب9 دورات قبل أن تتجه مجددا صوب مطار مانشستر. وكان المشهد مقلقا للركاب، خاصة بعد أن شوهدت عربات الإطفاء وهي تتقدم بسرعة نحو مدرج الهبوط لحظة ملامسة العجلات الأرض، لكن لحسن الحظ تم الهبوط دون أي أضرار تذكر، فيما نزل الركاب وسط أجواء من الارتياح الممزوج بالتوتر. وسارعت شركة رايانير إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه أن ما وقع كان مجرد خلل تقني بسيط استدعى العودة، مطمئنة للمسافرين أن الطائرة هبطت بشكل طبيعي وأنه لم يكن هناك أي خطر حقيقي. وأضافت الشركة أن جميع الركاب تم نقلهم على متن رحلة بديلة غادرت إلى أكادير بعد ساعات قليلة من الحادث، معربة عن أسفها للإزعاج الذي سببه هذا الطريق غير المتوقع.